السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناة عالم أمنا. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا لاباسوا في احسن الاحوال. كما راكم تشوفوا هنايا جبت لكم فطيرة دوار الشمس يسموها، تجي بزاف بنينه بزاف خفيفه. كما راكم تشوفوا هنا الصورة معبرة. نبداو هنا بسم الله على بركة الله. المقادير سهلة بسيطة، ما فيها حتى كما نقولوا تعقيدات. شوفوا واش عندي هنا. تجيبي كاس تاع حليب يكون دافي كيما راكي تشوفي. كاس انا هنا تاعي يرفد 220 مليلتر، تقدري تستعملي تاع 250 مليلتر عادي جدا. عندي فنجان تاع لاتاي تاع الزيت، يعني ربع كاس تاع الزيت. عندي ملعقه تاع خميره فوريه مع ملعقه تاع سكر، يعني ملعقه كبيره. عندي هنايا حبيبه تاع البيض، ندير البياض ونحتفظ بالصفار باش ندهن بيه الوجه كيما راكم تشوفوا. عندي ملعقه تاع خل، هنا ملعقه تاع الخل. اللي عاد عندك ياغورت ناتور تقدري ديري الياغورت ناتور يعني، وما ديريش الملعقه تاع الخل. عندي هنايا نصف كيس من خميره الحلويات، نصف كيس من خميره الحلويات كما راكم تشوفوا. ونخلط حتى يتجانس لي كامل المكونات يتخلطوا كامل مع بعض. ومن بعد نبدا نضيف ثاني فرينه تدريجيا كما راكم تشوفوا. انا هنا مغربله 3 كيسان تاع فرينه، 3 كؤوس فرينه درتهم كامل. بطبيعه الحال كما نعرفوا العجينه اللي تكون فيها الحليب ديما تجي تلصق في اليد. شوفوا القوام اللي نتحصل عليه خليه كيما هكذا، ما تروحيش تيبسي العجينه تاعك من بعد البريوش تاعك ولا الفطيره تاعك مش راح تجي مليحه يعني. كيما راكم تشوفوا درت قطره تاع زيت هكذا وندلكها هكذا برك خفيف خفيف كيما راكم تشوفوا. هنا البنات درت غلطه، هنا راني رايحه نحطها تخمر. للاسف ما ديروش نفس الخطا اللي درته انا، نسيت الملح. خدكم نسيت الملح، حوجي يا حوجي. شوفوا انا من بعد وليت حطيتها تخمر، ومن بعد وليت رحت تفكرت وليت رحت نجري نحيتها ودرت هنايا الملح ودرت قطره تاع الزيت هكذا باش نقدر ندلكها كيما راكم تشوفوا هكذا. ندخل الملح فقط، راهي جات بنينه اصلا يعني. زربت كيما نقولوا، انقذت الموقف. المهم ديروا الملح البنات ما تنساوش. هذه هي. هنا خليتها تخمر ونروح نوجد الحشو باش نحشي الفطيره تاعي. جبت حبيبه تاع بصل قطعتها، تقدري ترابيها، من الاحسن قطعيها خير بتجيك بنينه. درت 2 سنينات تاع الثوم، ودرت هنايا نص راس تاع الفلفل. كان عندي حبه كبيره قسمتها على نص. عندك فلفل تاعك صغير ديري الفلفل وخليهم هكذا كيما نقولوا يتقلاو. هنا عندي كميه من صدر الدجاج كنت درته، قسمته هكذا بتي كاغو هكذا، يعني قطع صغيره، وحطيته ونبدا ندير التوابل. ديري شوفي التوابل اللي عندك والتوابل اللي تفضليهم ديريها. انا هنا كان عندي لفاح، الزنجبيل، الفلفل الاحمر، الكزبر، كان عندي درت الفلفل الكحل، درت الكركم، درت الزغبه تاع الزنجبيل كما قلت لكم. هذو هما التوابل اللي درتهم يعني. ديري الزعيتره الا عندك الزعيتره ديري، راها تزيد تبنن. وهنا عندي حبيبه تاع طماطم صغيره قطعتها ثاني هكذا ودرتها. درت ملعقه صغيره من لاموطارد، درت ملعقه صغيره من الهريسه. خدكم تموت على الهريسه وعلى الحار. المهم ديروا لاموطارد في هذا الحشو، تجي تتبيله خطيره تقول شاورما. شوفوا شوفوا كيما راكم تشوفوا هنا. ونقلي هذا الخليطه تاعي. ومع الاخر ضفت كميه مليحه من الدبشه، وحتى كذاك ملعقه معمره مليح تاع الدبشه كيما راكم تشوفوا هكذا. وني نقلي. والملح راني درت الملح هنايا، راني ما نسيتش في الحشو الملح. وهنا بعد ما خمرت ليا كيما راكم تشوفوا، شوفوا طلعت ما شاء الله. عاوني روحك غير بالزيت، ليه؟ لانه العجينه تاعنا راهي طريه، خليناها طريه كيما راكم تشوفوا. شوفوا ديرت لي الفقاعات ما شاء الله، خفيفه خفيفه تهبل. نقسمها هنا على كري، 2 كريات هكذا البنات كيما راكم تشوفوا.
هنا والله غير كنت صايمه البنات، عذروني عليها، نسيت الملح وقاعده هكذاك ندفدف. اعذروني اختكم، هنا راهي كانت صايمه. والله ربي يتقبل منا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا قطعت بابي كويسون كما راكم تشوفوا، وعلى القيس تاع السنيوه، ونبدا نحط العجينه تاعي ونحلها هكذا بالحلال كما راكم تشوفوا هكذا. القيس نديرو هنا على القيس تاع البابي كويسون، هذه هي هكذا. ومن بعد نقطع الزائد، اي حاجه زائد من العجين نحيه كما راكم تشوفوا هكذا. هكذا الشرح راه واضح. فوالا البنات، ونقلبها عادي، نقلبيها هكذا، ما تخافي منها ما والو، قلبيها عادي عواجتك، سقميها نورمال هكذا البنات. ومن بعد نجيبها نحطها على السنيوه كما راكم دوك تشوفوا هنا. ومن بعد نجيب هنا هذا الطبسي ولا اي حاجه عندك كيلي، نرسم برك كي شغل، مش تروحي تضغطي تقطعي العجينه، لا لا رسمي برك. لاش؟ باش نحط الحشو كما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقه. الحشو هذا بنين بنين يسخف، تقدروا تستعملوه في لي سوفلي، تقدروا تستعملوه يعني في لي كيش، في لي باركيت ثاني روعه. والله غير حشو هذا هايل يعني، غير جربوه. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما درت كامل الحشو بهذيك الطريقه، نجيب العجينه الثانيه ونحلها هكذا، ونحلها ونقطع بنفس القيس تاع البابي كويسون. هاد العجينه هذه تقدروا خبيتها في الكونجيلاتور. المره الجايه كش ما ندير بها حاجه اخرى عادي، نقدر نستعملها في اي معجنات، نخدم بها سوفلي ولا نخدم بها كيما نقولوا كيف نقول كسرة شحمه، ولا تقدري ديري فطيره محشيه ولا كيما تحبي يعني هاد العجينه تصلح لكلش هكذا كما راكم تشوفوا هنا. برك الزيت ما تكثروش، انا هنا شوفوا خرج لي الزيت من الفطيره فقط. ومن بعد نبداو نضغطوا على هذيك الدائره اللي درناها هكذا بهذا الشكل، ونبدا نقسم باش نشكل كما نقولوا دوار الشمس هكذا البنات. يعني الصورة راهي واضحة، الفيديو راه واضح، نتمنى تكونوا راكم فهمتوا الطريقة. نشكر بزاف المشتركين اللي دخلوا عندي جدد، يعني مرحبا 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 بكم، نورتوني والله غير نورتوني. دخلوا عندي يعني الله يبارك، كم هائل من المشتركين. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما قلبت هذوك الاطراف كما شفتوا، نولي بهذاك الصفار تاع البيض درت فيه شويه من الخل وراني ندهن به، ونرش شويه سانوج ونزيد نخليها تخمر. نشعل الفور تاعي ونزيد نخليها تخمر شويه هكذا، واحد ربع ساعه، ونلوحها طيب على 180 درجه. لوحها طيب كي شوها بدات تحمار من تحت، نولي نشعل عليها من فوق. هذا هو الشكل كما راكم تشوفوا، خفيفه خفيفه هشيشه وبنينه ما نقولكمش، روعه. انا هنا زدت معاها السوب، قلت لكم كنت صايمه، والسلطه، ورحمتك يا ربي. هذه هي البنات. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم فيديو نهار اليوم. ما تنساوش بالجيم والاشتراك، فعلوا الجرس بيصلكم كل ما هو جديد، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.